السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي؟ كل عام وانتم بخير، تعود عليكم الأيام بخير يا رب كده وباليمن والبركة. رمضان قرب، مستعدين. احنا النهاردة عندنا فيديو جميل جدا جدا ان شاء الله. عاملة سفرة رمضان. يا رب سفرة رمضان النهاردة تحوز اعجابكم ان شاء الله تشوفوها. واذا عجبكم السفرة بتاعتي وعجبتكم طريقة الاكله اللي انا ناويه النهارده اقدمها لكم، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، هكون سعيده جدا جدا. بس قبل ما نشوف الفيديو، النهارده عندنا تعاون مميز جدا جميل جدا. انا عن نفسي حباه جدا جدا لانه تعاون مع صديقه ليا وكمان اختي وعزيزه عليا جدا جدا. قناه نور شانل. نور دي انا انسانه، اول حاجه على المستوى الشخصي انا والله بحبها جدا جدا جدا، وببعت لها تهنئه، بقول لها حبيبتي كل سنه وانت طيبه، يعود عليك الايام بخير ان شاء الله انت وعيلتك الجميله. تاني حاجه، انا النهارده مش محتاجه اتكلم على قناه نور لانها قناتها بسم الله ما شاء الله، قناتها بقت مميزه جدا جدا وثبتت نفسها في وقت قليل جدا على اليوتيوب لانها هي جميله وتخش القلب على طول. النهارده يا حبايبي قناه نور حبيبتي ما شاء الله عليها، بتخش المطبخ وبتعمل توضيبات في المطبخ وبتعمل اليومين دول ما شاء الله عليها. فعلا فعلا عامله مجهود بجد بجد في المطبخ بتاعها. عامله عصاير رمضان وعامله اكلات جميله جدا، وكمان بتدمسي الفول. يعني هي ما شاء الله عامله رمضان حاجات جميله. يا ريت كلكم تدخلوا على نور تشوفوا قناتها قد ايه هي مميزه وقد ايه هي جميله جدا. قناتها ما شاء الله عليها شامله، فيها وصفات لجمالك وفيها كمان اعمال يدويه كده على خفيف، بس هي متميزه جدا جدا في المطبخ وتوضيب المطبخ بتاعتها وتجهيز شقتها ما شاء الله عليها. هي ست منظمه وشيك جدا. ولا كل سنه طيبه. يا رب كده دايما اشوفك بخير حبيبه قلبي. اسيبكم يلا مع نور كده، يا ريت تدخلوا لها كلكم. هسيب لكم لينك القناه بتاع نور في صندوق الوصف، يا ريت كلكم تدخلوا لها وتشيروا لها طبعا الفيديو بتاعها تعملوها اشتراك في قناتها وتفعلوا الجرس وتشوفوا قناتها قد ايه هي جميله. كل سنه طيبين. يلا نشوف الاكله بتاعتنا النهارده. عاملين سفره رمضان ما شاء الله عليها. عاوزاكم كلكم تستنظروا لاخر الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو بتاعي هيعجبكم بجد بجد. السفره بتاعتي ان شاء الله مستنظره تعليقاتكم عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وازيكم يا اصدقائي؟ كل عام وانتم بخير. النهارده فرح جايه لكم في ان شاء الله تقدري تقدمي ايه اول يوم رمضان. انا هديك افكار وانت طبعا تشوفي الاكله اللي بتحبيها وبتفضليها. طبعا بقولك اعمليها. انا النهارده هعمل ان شاء الله سفره رمضان، يا رب تعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله السفره بتاعتي هتبقى مشكله من على قد ما اقدر، هحاول احط فيها كده بعض الاصناف اللي ممكن ترضي اطفالنا وترضينا كمان احنا وتكون كمان مغذيه. فانا هنا معايا الكوسه دي من الاكلات ممكن اطفالنا ما بيحبوهاش كتير بتهيألي كده يعني، بس انا النهارده هعمل لك صينيه كوسه باللحمه في الفرن ان شاء الله. ان شاء الله تبقى جميله جدا جدا، ودي اللي انا ناويه النهارده اعملها معاكم بكل خطواتها وتكاتها، لان انا قبل كده ما نزلتهاش في القناه بتاعتي. ان شاء الله هنزلها النهارده بكل خطواتها عشان تعرفيها انا بعملها ازاي، والطريقه بتاعتي جميله جدا ان شاء الله. لو عملتيها هتنول اعجابك. وبعد الاصناف، في اصناف انا قبل كده نزلتها على القناه بتاعتي، هتلاقي هحط لك طريقتها بالظبط في صندوق الوصف، ممكن ترجعي لها وتشوفيها وتعرفي الطريقه بتاعتها. يلا بينا. اول حاجه انا هنا جايباها البصل والطماطم، هفرم البصله بتاعتي واحطها في الماده الدهنيه، وكمان على طول هعصر الطماطم بتاعتي وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. انا دلوقتي في نفس الصينيه اللي هحطها في الفرن عشان ما اخدش يعني ايه نوعين كتير. انا جبت بصلايه كبيره وفرمتها وحطيت لها الماده الدهنيه وخلاص انا وصلتها للون اللي محتاجاه. هضيف دلوقتي على طول عصير الطماطم. انا كده خلاص حطيت طماطم، هسيبها تتسبك تماما تماما تماما، وبعدين هنشوف بعد ما تتسبك ان شاء الله هنعمل ايه مع بعض. كده خلاص زي ما انتم شايفين اتسبكت خالص الطماطم بتاعتي. دلوقتي بس هبدا نحط الملح، معلقه كبيره كده من الملح ومعلقه من الفلفل الاسمر. ودلوقتي خلاص هنبدأ ننزل اللحمة اللي انا سلقاها والشوربة.
هنزل كده زي كوبايه ونص من الشوربه، لان الكوسه ما بتاخدش سوا. تعرفين ان الكوسه سريعه شويه في ايه، في السوا بتاعها. هسيب الصلصه بتاعتي باللحمه بالشوربه تاخد لها غلوه كده بسيطه، وبعدين هنزل على طول ان شاء الله الكوسه بتاعتنا اللي احنا قطعناها بالطريقه اللي تعجبك، مكعبات حلقات زي ما تحبي طبعا. كده خلاص بدات تغلي كده معايا صلصه الكوسه اللي احنا عاملينها، وهضيف دلوقتي الكوسه اللي انا مقطعاها زي ما انتم شايفين كده. الكوسه يا جماعه من الاكل الجميل جدا المغذي، لازم دايما تصنفيه في سفرتك. تعملي كوسه بالبشاميل، تقدري تعملي كوسه زي اللي انا عاملاها هنا، تقدري تعمليها شوربه خضار. يعني بصي حاولي على قد ما تقدري انك تصنفي في الكوسه، لان الكوسه من الاكلات الجميله المغذيه، وكمان سريعه الهضم جدا جدا، ما بتتعبش القولون ابدا. وكمان لمرضى السكر جميله جدا الكوسه، لانها من الخضار يعني مش مؤذيه ابدا ومش مضره ابدا ابدا. بنصحكم بيها، ويا ريت تكتروا وتقدري تصنفي بيها طرق كتيره جدا جدا. انا خلاص كده حطيت الكوسه بتاعتي زي ما انتم شايفينها في الصلصه بتاعتها. هديها غلوه بسيطه على النار، وبعدين هدخلها الفرن بتاعتي ان شاء الله. الكوسه كده انا هخرجها من الفرن على السفره، واكيد هوريكم الشكل النهائي بتاع الكوسه بتاعتنا. وكده سفره رمضان زي ما انتم شايفينها بسم الله ما شاء الله كامله جميله جدا. انا مش عامله عزومه، بس النهارده كلنا صايمين بمناسبه النهارده 15 من شعبان الموسم، فالنهارده كلنا صايمين. فانا كده والله يعني محضره فطار المغرب كاننا في رمضان بجد بجد. ودي انا قلت عليها في البدايه، النهارده هنعمل افكار وكاني بنعمل سفره رمضان. ممكن الافكار دي كلها انت تطبقيها عندك، تعملي اي صنف انت تحبيه انت وولادك كسفره تقدري تعملي زيها ان شاء الله. اول يوم في رمضان يقعد عليكم باليوم والبركه ان شاء الله. فانا طبعا عملت معاكم النهارده الصنف الجميل جدا الكوسه في الفرن زي ما انتم شايفينها كده، طالعه ما شاء الله عليها مسبكه كده ومحمره، واللحمه ما شاء الله عليها طالعه جميله جدا جدا زي ما انتم شايفينها. انا النهارده كمان حبيت اعمل جنبيها، عملت بوفتيك وعملت مكرونه بالبشاميل وعملت طبق ملوخيه. وطبعا سفرتنا ما بتتخلاش عن طبق الشوربه الجميل في رمضان طبعا الا السلطه. ممكن احنا هنستغنى عن السفره دي كلها، بس طبق السلطه في رمضان صعب جدا انك تستغنى عنه. فده طبق السلطه ان شاء الله هيزورني 30 يوم في رمضان، مش هستغنى عنه ابدا ابدا، لانك انت فعلا محتاجه طبق سلطه زي كده بيكتر السوائل في جسمك. فان شاء الله يا ريت تعمليه ليكي وولادك، هيفيدك كتير كتير. انا هنا هحط لكم لينك البوفتيك بتاعي، انا قبل كده نزلته على القناه، وكمان هنزل لك اللينك بتاع المكرونه بالبشاميل اللي في صندوق الوصف، وكمان الملوخيه، لان الاصناف دي تقريبا انا عاملاها. هو الصنف الجديد النهارده اللي هو كان صينيه الكوسه في الفرن. والشوربه ان شاء الله اكيد انا هعملك، انا عامله شوربه لسان عصفور زي ما انتم شايفينها كده جميله جدا جدا. ده الوش بتاعها يعني مفيش اي حاجه، زي ما انتم شايفينها طالعه جميله جدا. وده طبعا الفلفل الاسود اللي انتم شايفينه من فوق دي طالعه ريحتها روعه زي ما انتم شايفين. وطبعا مفيش سفره في رمضان من غير عصير، لازم العصير بتاعنا، ولازم طبعا يعني بتهيألي ما ينفعش ابدا رمضان من غير صنف واثنين وثلاثه كمان من العصير. زي ما انتم شايفين الجو حر جدا جدا، محتاجين طبعا عصاير كتير. ودي كانت سفرتي النهارده زي ما قلت لكم. ان شاء الله هحط لكم كمان السلطه، انا قبل كده عملتها في القناه بتاعتي، فالسلطه بتاعتي ان شاء الله هتعجبكم جدا. هنزل لكم برده اللينك بتاعها في صندوق الوصف. انا قبل كده عملت طريقه السلطه بتاعتي، ليها طريقه معينه وليها بهارات معينه انا بحطها، ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. لو انت دخلتي وشفتي كل اللينكات اللي انا ناويه انزلها لك النهارده صدقيني هتفيدك. ودي النهارده هي دي سفرتي في رمضان. وده العيش الشمسي، العيش الصعيدي ده دايما هو طبعا اللي انا بعمله بايدي. يا رب السفرة تعجبكم، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي طبعا لايك على قد ما تقدروا، لانك انت طالما عجبك الفيديو وعملتيه لايك في ناس كتير بالطريقه دي هتشوفه. ويا ريت للناس اللي ما دخلتش قبل كده وما اشتركتش في قناتي يا ريت تدخل وتشترك في قناتي وتفعل الجرس هيوصل لك كل جديد. احنا ان شاء الله في رمضان ناويين نطلع الابداع كله. قناه ابداعات فرح معاكم ان شاء الله طول شهر رمضان اذا ربنا احيانا وكنا من اهل الدنيا يا رب كده. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتنا، واسيبكم على خير وكل سنه وانتم طيبين. المغرب بتأذن وانا رايحه
خلاص افطر المغرب. كل سنه وانتم طيبين، عاد عليكم الله باليمن والبركه.